في مسألة الخلافة دائما، ماذا عن دور زوجة محمد بن عبد العزيز، ولد عبد العزيز عفوا، خديجة بنت حمدي؟ هل يمكن أن تخلفه؟ كل شيء ممكن ما دام محمد عبد العزيز عينته الجزائر لما اختطفت منا ثورتنا. وفي الحقيقة بعد استشهاد الولي اختطفت منا ثورتنا اللي هي البوليساريو، واختطفتها الجزائر وسلمتها لقيادة تعمل لمصلحة الجزائر وتخدم مصالح واجنده الجزائر قبل ان تخدم مصالح الصحراء الموجودين في المخيمات. اذا فما دامت الجزائر هي التي عينت محمد عبد العزيز فانها ربما، انا بالنسبه لي حتى الان لا ارى بان عبد العزيز قد ينسحب من الساحه، لانه اما انه سيعاد انتخابه وان لم يعد انتخابه سيبقى هو الذي يسير من وراء الستار. ممكن الجزائر ان تضع زوجته او تضع اي اخر مكانه. المهم الذي يجب ان يكون مكانه يجب ان يكون وفيا ومخلصا لجنده الجزائر وخدمه مصالح الجزائر قبل خدمه مصالح الشعب الصحراوي. بما أنك تحدثت عن الجزائر سيد محجوب السالك، لماذا أولا صودر جواز سفرك الجزائري؟ هذا هو اللي يظهر لنا على أن الجزائر ليست محايدة. نحن كنا نعتبر أن الجزائر حليف استقبلتنا من أجل تساعدنا لتقرير مصيرنا، لكن في النهاية لما أعلنا المعارضة ضد هذه القيادة المتسلطة، القيادة التي اعتقلتنا وعذبتنا وهانتنا وقامت بارتكابات خطيرة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في المخيمات، قررنا أن نعارضها طالبين منها عملية تغيير وانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ليختار الصحراويون قيادة وطنية مخلصة تنهي هذا النزاع. الجزائر منعتنا من الدخول للجزائر، نزعت منا جوازات سفرنا. هذا يؤكد على أن كل ما تعطيه الجزائر هو يمر عبر الولاء للقيادة. لماذا؟ لأن جواز السفر الجزائري هو جواز حق من حقوقك كلاجئ فوق التراب الجزائري، ليس هدية من الجزائر. إذا لما نزعته مني لكي تؤكد أن الجزائر تتعامل مع كل الصحراويين بناء على طاعتهم وولائهم وركوعهم لمحمد عبد العزيز والقيادة التي اختارتها هي، ومن لا يركع لهم فهو بالتالي غير صحراوي. يعني بذلك أن قرارات جبهة بوليساريو غير مستقلة وأنها تابعة للمخابرات الجزائرية؟ هو في الحقيقة لما تكون القيادة في المستوى مثل الشهيد الولي رحمة الله عليه كان يضع القرارات بين على خدمة الشعب الصحراوي ومصلحة الشعب الصحراوي وبما في ذلك خدمة الحليف. لما تكون القيادة عاجزة ومرتشية وفاسدة مثل الحالية فهي تتحول إلى بيدق لخدمة مصلحة الحليف قبل أن تخدم مصلحة الشعب الصحراوي. وهذا هو ما نعيشه حاليا مع هذه القيادة، وهذا اللي جعلنا نطالب بتغييرها، لأنها تتواجد في السلطة منذ 40 سنة، لأن البوليساريو حاليا مهددة بالشلل، لأن الدم لم يتجدد في دماغها منذ 40 سنة. كيف تريدين منها لا تصاب بالشلل؟ ما هي حقيقة الاتهامات الموجهة إلى البوليساريو بالقيام بانتهاكات في المخيمات سيد محجوب السالك؟ هذه الجميع يعرفها لأني أنا كنت أحد ضحايا هذه الانتهاكات. أنا قضيت 10 سنوات في السجن الرهيب في قبر تحت الأرض، لا أتكلم ولا أضحك ولا ما عدا بين القبر والتعذيب. قلت بأنه ربما الفظاعات التي شاهدتها كانت أكثر من سجن تزمان مرت. لا كان لا العكس. أنا أعطيك أمور واضحة. النزاع في الصحراء الغربية عائلتي كانت من العائلات التي ذهبت ضحية لهذه السجون. والدي وإخوتي الثلاثة كانوا أعطوا 16 سنة في قلعة مجونة في السجون المغربية، وأنا أعطيت 10 سنوات في السجون السرية لقيادة البوليساريو. ولما التقيت بعائلتي وتحدثوا لي عن قلعة مجونة اعتبرت بأن قلعة مجونة كان يعد بمثابة فندق 5 نجوم مقارنة مع سجن الرشيد الرهيب لدى قيادة البوليساريو. إذا الانتهاكات الصارخة قضيت فيه 9 سنوات من 81 وحتى سنة 1990 تماما. وعلى هذا الأساس أصدرت كتابي المعروف بكتاب مجتمع البيضان، حيث تناولت فيه تلك المعاناة وتلك الانتهاكات الصارخة بشكل أنه أثار ضجة كبيرة، وهذا هو الذي جعله حتى الآن لا يدخل لا البوليساريو ولا يدخل الجزائر. فقط في هذه النقطة، هل ساكنة المخيمات هم لاجئون أو محتجزون برأيك؟ بالنسبة لي أنا هم لاجئون، لكن ما داموا هؤلاء اللاجئون ليست لديهم أي ما تسمح به اتفاقيات جنيف كلاجئين، لا من حقوق لا من عمل لا من حياة كريمة لا من تنقل لا من جوازات سفر، بالتالي يبقوا ليسوا لاجئين ولكنهم مجموعة من الناس الأبرياء انطلقوا في بداية السبعينيات من أجل الكرامة والشعارات البراقة، وبالتالي أصبحت تستخدم قيادة البوليساريو لتتاجر بمعاناتهم ولكي تعيش وتستغني على حساب معاناتهم وتضحياتهم وعلى دمائهم ودموعهم وآلامهم. سيد سالك، نتحدث ربما عن حل هذا النزاع. ما موقفكم من الحكم الذاتي كحل للنزاع في الصحراء؟ هو في الحقيقة مشروع الحكم الذاتي حتى الآن هو مجرد نقطة للتفاوض، ولم نشاهده عمليا لا في الصحراء التي تديرها المغرب، لم نشاهده ميدانيا. كل ما شاهدناه هو الكركاس وخليه لنا ولد رشيد، ومنذ سنوات لا وجود لهم عمليا في الميدان. بالنسبة لي كصحراوي، وهنا اسمح لي أن أتكلم بكل الصحراويين، الصحراوي في المخيمات أمام هذه المعاناة 40 سنة لما يجد نفسه أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما البقاء في الحماية لا نهاية والحرب، فإنه سوف يفضل الحرب لأنه ليس لديه ما يفقده ما عدا خيام واللاجئين. لكن لما يجد نفسه أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما الحكم الذاتي أو البقاء في الحماية لا نهاية، فإنه سيفضل الحكم الذاتي. إنما يقوم به عبد العزيز حال في الحمادة وفي المخيمات ليس إلا حكما ذاتيا بئيسا فقيرا حقيرا وخارج أرض الوطن وفوق التراب الجزائري.